إذا تحبون تعرفون أخوكم أبو صالح وين غايب، أنا غايب بهذا البيت. هذا البيت صار لي تقريبا شي 20 يوم عم أشتغل به. هذا البيت بسوريا بريف حمص، وطبعا أنا لساتني ساكن بلبنان. أنا جيت زيارة مشان أضبط هذا البيت، أضبط الكهرباء، أضبط الدهان، أضبط التمديد الصحية، وبعدين أجيب عيلتي من لبنان على سوريا. طبعا البيت مو إلي، البيت بيه أرض تقريبا بحدود ال10 دلمات. أنا بدي أسكن بهذا البيت مقابل إني أهتم بالحديقة وبالشجر وأزرع إلي ولصاحب البيت. لذلك أنا قبل ما أجيب عيلتي من لبنان وأسكن بهذا البيت لازم أضبطه، أدهنه، أمد صحية، أمد كهرباء. لكن تضل علي شغلة واحدة بس، إني أركب طاقة شمسية. إن شاء الله بس أموري تحسنت وركبت طاقة شمسية، إن شاء الله كل الأمور راح تكون هي مناسبة، وراح أرجع لكم بفيديوهات نار نار نار، لأن الأرض واسعة وبيه شجر كثير. وإن شاء الله الشجر اليابس بدنا نقلعه، وبدنا نزرع شجر جديد، وبدنا نزرع كل أنواع الخضروات اللي تنزرع بسوريا وغير سوريا، وبدنا نزرع أصناف جديدة إن شاء الله. حاليا راح أشوفكم أنا شنو عم أشتغل. طبعا هذا الشغل كلياته اجتهاد شخصي بإيدي، لأن إذا بدي أجيب شغيلة بدي تصير علي تكلفة كثير، وتعرفون حالتي المادية مو زين. هذا البلاط أول شيء لازم يتقلع ويتبلط من جديد، لأني مثل ما لكم شايفين البلاط لأنه قديم ونازل لتحت، المية عم تفوت تحت الحيط، لذلك كل الحيطان من تحت مرطبة والدهان مقشر. شوف أخوتي، هذا كلياته بده عمار، بده تظبيط. هذا الباب بده دهان، بده شغل. وراح أشوفكم الصالون من جوا. شوف الصالون من جوا أخوتي. أنا حاليا شنو عم أعمل؟ عم أحف الحيطان، وبعدين بدي أدهن وجه أساس وأدهن وجه آخر حتى نبيض الحيطان. لكن الصالون كبير وكل هذا بده شغل. طبعا بهن كنبايات أنا لميتن بهذا المكان مشان بس أخلص دهان أرجعهن لمكانهن، وهذين الأضوية كلهن أنا زبطتهن. تصدقون أنا حاليا صار لي تقريبا 3 ساعات عم أشتغل فقط بمكان الغسالة. أختكم أم صالح روح قلبها النظافة وغسيل الهدوم، وعندها غسالة اوتوماتيك فرحانة عليها. لذلك إذا جبت لها الغسالة وحطيتها بالجورة هي المكان ما تخزن مي، علي الحلال تقطع راسي. لذلك أول شيء شنو لازم نعمل؟ لازم نعلي مكان الغسالة، لأنه المكان الحالي شنو كان جورة مي، وما نقدر نحط الغسالة حتى ما تهتري وحتى ما تبهدلنا أخذكم مصالح. شنو أنا كنت عم أعمل؟ شايفين؟ هذا المكان كان جورة، كان مكان تخزين مي وبي سيفون هين. لذلك أنا بلطت هين، عليته صار مثل تحت الدرج. شايفين؟ راح نحط الغسالة هين، وبي لها حنفية وبي لها ماخذ مشان نفضي منها المي، والمي الزايدة اللي هين بتمشي بهذا الشق وتروح على السيفونة. شوف أخوتي، شايفين هاي الحيطان؟ هاي الحيطان دهناها أكثر من وجه معجونة، لكن المعجونة ما تمسك، لأنه الحيط لو تحط إيدك عليه كلياته رطب مي، لأنه البلاط من برا مفسخ. كل الشتاء ينزل على البلاط وينزل تحت البيت، لذلك الحيطان كلياتها مرطبة. هذا هو هنا المطبخ. لو تشوفون الشبابيك هاي، كل شباك طالع تقريبا سطل قش من بيوت الجرادين والعصافير. يعني أنا بس المطبخ هذا صار لي أكثر من أسبوع عم أشتغل به. يعني قد حاولت أشطف وأغسل وأليف، لكن مع ذلك يظل بي وسخ. هذا هو الصالون مثل ما شفناه أخوتي، كلياته إن شاء الله بدي أدهنه وبدي أضبطه، وراح أطلع أشوفكم فوق. هذا المنور كلياته بده قشر، بده حف، وبده دهان، وكلياته انا راح اشتغل مجهود شخصي مشان ما تقولون ابو صالح وينك صار لك فتره غايب، ابو صالح ايش ما عم تنشر. اخوكم ابو صالح مسبع الكهرات، بده يدهن، بده يركب صحيه، بده يمد كهرباء، وبده يبلط. ما بعرف ايش بدي اقول لكم شنو بدي اشتغل. عندنا غرفه هنا، هاي الغرفه اللي انكم شايفينها مثل الصالون تحت، لكن عملنا لها وجه عازل، والحمد لله شوي وجهها تحسن. راح اعمل لها وجه نوبه دهان تطلع مزبوطه. وعندنا هنا حمام، بيعدنا هنا غرفة بيها سكرتون هريان بده دهان، وبيعدنا هنا غرفة. هذول اخوتي كانوا هناك عند السكرتون، انا حولت لانه فكن صعب برغيهن شق. وبيعدنا هنا صالون صغير، شايفين؟ هذا صالون صغير. وراح نطلع على السطح. فان شاء الله انا بس خلصت دهان وتمديد صحية، ان شاء الله مباشر اقدر اجي انقل لهنا، اجي من لبنان على سوريا. لكن تظل عندي مشكلة واحدة، هي الطاقة، لأن الطاقة مثل ما تعرفون أقل ما يمكن تكلف تقريبا بحدود من $1500 لل$2000. فأتمنى ادعوا لي
ما راح اقول لكم ادعموني، يعني الله المستعان، لكن ان شاء الله يعني مجرد ما توفرت اموري الماديه ان شاء الله راح اركب طاقه، وان شاء الله كل اموري تكون هي تمام. طبعا الحديقه بيها بير مي، لكن باليوم ما يشتغل اكثر من نص ساعه. هي اول سنه المي قطعت، لانه مثل ما تعرفون بسوريا ما صار شتاء كثير، لذلك المي ما تشتغل اكثر من نص ساعه باليوم. حاليا راح افتح لكم هذا الباب ونشوف الحديقة من فوق السطح. شايفين اخوتي، هاي هي الحديقة من حد شجر الرمان بحرف الحيط لعند شجر السرو، وشجر السرو هذا هيك على طول الارض، وبي عندنا اماكن فاضية احنا مشان نزرع خضروات. كل هذا ان شاء الله راح نبينه بالفيديوهات. هذا هو طريق حمص طرطوس، نبعد عن حمص بحدود ال 25 كيلو متر. فان شاء الله هاي المزرعه بدي اقعد بيها 4-5 سنين لحتى ما الله سبحانه وتعالى يرزقني حق بيت صغير مع حديقه، او بيت صغير بدون حديقه انستر بيه يكون ملك. حاليا انا قاعد بهذا البيت ازرع الشجر الميت واعتني بالحديقه، وان شاء الله نزرع لي ولصاحب البيت ويكون هذا في ميزان حسناتنا. الله يحفظكم ويبارك فيكم وادعوا لي بالتوفيق.